انا هوريكم دلوقتي عجينه البيتزا عشان في ناس ياما يا جماعه طلبونا مننا، فانا هوريكم عجينه البيتزا. على فكره يا جماعه عجينه البيتزا ديت البيتزا الايطالي، سيبك من اي كلام بتسمعيه، عباره عن ميه وملح وخميره، وفي اخر العجينه هتيجي شويه زيت. هنحط الخميره بتاعتنا بالشكل ده نص، يعني لو عندك صبع خميره تحط نصه على حسب انت عايز تستخدميها بعد ساعه بعد نص ساعه. تحط الميه بتاعتك، عندك مضرب سياحة الخميرة بتاعتك كده. طبعا احنا بنعملها في العجينة، بس انا هعملها لكم دلوقتي على ايدينا كده عشان تشوفوها. ميه وخميره. على حسب الكميه اللي انت عايزها تعمليها. لو عايز تعملي رتل ميه او نص رتل ميه، رتل ميه هيعمل معاكي تقريبا 20 بلينه اللي هي 20 بيتزاي. يعني العجينه اللي احنا هنعملها ديت هتعمل لك 20 بلينه اللي هي ال 20 التقريصه ديت هتعمل لك تقريبا 20 بيتزاي. الخميره بتاعتك ساحت منك بالشكل ده، تجيبي شويه ملح تحطيه تقلبيه. بعد كده هتحطي بس يا ستي كده عجينة البيتزا خلصت معاك اهي. وفي الاخر بتديها شوية زيت فوق الوش، زيت زيتون. عندك زيت زيتون، عايز تحط زيت عادي مفيش اي مشكلة. اهي بتلمها بايدك بقى بشويه دي اهو، اهي اهي. ادي عجينه البيتزا. بتسيبها في الحله بقى، تغطيها بكيس او بحته استراتشا كده اللي هي حته خيرها نضيفه اهي، وبتحطها على الوش بتاع وتسيبيها اما تخمر معاكي. تبداي تعملي لها البلينه. بصراحه انا مش فاكر اسمها ايه اللي هي بتقرصها ديت عشان تعملي بقى بالكوره بتاعت العجين. اما بتخمر معاكي هتعملي لهم الكور، تشيليهم 20 كوره تشيليهم، تسيبيهم اما تخمر، وبعد كده تبداي تشتغلي بيهم. وانا ان شاء الله في حلقات ياما هدخل معاه البيتزا، لان احنا طبعا عندنا الباتسنتار بتاعنا موجود اللي بيعمل البيتزا ده، يعني سبيشاليست بتاعته هو. هخليه يوريكم ازاي بتعمل البيتزا. بس انا حبيت اعمل لكم العجينه عشان في الناس طالبينها مني، واول مره حد يطلب مني حاجه فانا حبيت اعملها لها على طول. السلام عليكم.